بلد السحر والجمال، عجيبة والغرام، أشهر شواطئ المحافظة الساحلية، سيوة، واحة السياحة العلاجية، جبل الدكرور يستقبل آلاف السياح 3 شهور كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن مطروح بلد السحر والجمال. محافظة مطروح تقع في أقصى الشمال الغربي لمصر، وتبتعد عن القاهرة بما يقارب من 600 كيلو متر. وعلى الرغم من بعدها إلا أنها تتميز بأنها بلد السحر والجمال، وهي محافظة السياحة بجميع أنواعها. يا ساكني مطروح، جنية في بحركم، الناس تيجي وتروح وأنا عاشقة حبكم. المية والهوى، كلمات تغنت بها الفنانة الشهيرة ليلى مراد لأهالي مطروح لما تتمتع محافظتهم من جمال وسحر طبيعي، وشواطئ خلابة ساحرة، ودرجات حرارة معتدلة، وكذلك الهدوء والأمان. عجيبة، شاطئ عجيبة يقع في أقصى مدينة مرسى مطروح، وهو اسم على مسمى، فعندما يراه الزائر لأول مرة يتعجب من جمال الطبيعة به، حيث مياه البحر متدرجة في اللون الأزرق، ويحيطها الجبال والصخور المرتفعة بأشكالها الغريبة وتكويناتها الطبيعية، ويعد من العجائب التي أبهرت الجميع. شاطئ الغرام. أما عن شاطئ الغرام فهو ملتقى العشاق والمحبين، وفيه غنت الفنانة ليلى مراد أغنية يا ساكني مطروح وهي جالسة على إحدى صخوره، لذلك أطلق على تلك الصخرة اسم ليلى مراد. كما يتميز الشاطئ بحمام كليوباترا التي تعد من مزارات المدينة السياحية، وهو عبارة عن حمام وسط مياه الشاطئ يصل الناس إلى داخله عن طريق مجموعة من الصخور، وتوجد به المياه الدافئة الجميلة. رومل. ولشاطئ رومل حكاياته الخاصة، تبدأ في حين جعل الجنرال الألماني إيرفين رومل أشهر قادة الحرب العالمية الثانية كهفا على البحر بمدينة مرسى مطروح، مقرا له على مدى 3 سنوات متتالية لوضع الخطط الحربية. وفي عام 1988 حولت محافظة مطروح ذلك الكهف المهجور إلى المتحف الحالي، وأطلق عليه اسم رومل نسبة إلى القائد الألماني الشهير. وعن السياحة العلاجية، فتتميز بذلك واحة سيوة التي تعد إحدى أكبر المحميات الطبيعية، وتقع في الصحراء الغربية، وتبعد قرابة من 300 كيلومتر عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مدينة مرسى مطروح. ويبدأ أهالي واحة سيوة في استقبال السياح من بداية شهر يوليو وحتى سبتمبر كل عام، حيث تبدأ رحلتهم العلاجية على جبل الدكرور، والذي يتوافد عليه أعداد هائلة من المصطفين من جميع أنحاء العالم، من المرضى الذين يعانون من أمراض العظام والعمود الفقري. ويوجد في سيوة مراكز للاستشفاء الطبيعي، وبها فنادق فاخرة إلى جوار البيئة البدوية الخلابة. وفي شهر رمضان تمتلئ شواطئ مطروح صباحا بالمصطفين أو السياح الأجانب، حيث التمتع بجو مطروح الهادئ والطبيعة الخلابة منذ الصباح الباكر وحتى قرب أذان المغرب. ومساء يبدأ المصطفون المصريون في التوافد على كورنيش مدينة مرسى مطروح وعدد من الشوارع التجارية، أشهرها شارع الإسكندرية، إحدى أكبر الشوارع التجارية بالمدينة، ويتميز بوجود عدد من الأسواق السياحية من دول الصين وروسيا، وكذلك سوق ليبيا الذي يتميز بسلع لا توجد في أسواق أخرى.
تعرف على أجمل شواطئ في مرسى مطروح. إذا كنت تبحث عن وجهة مناسبة لقضاء أجازة الصيف، فما عليك إلا البحث ضمن شواطئ منطقة البحر المتوسط، ولا سيما شواطئ مرسى مطروح. ومما لا شك فيه أن شواطئ مرسى مطروح تتصدر قائمة ترشيحات أفضل الشواطئ في مصر على الإطلاق، حيث تمتاز شواطئ مطروح بأنها في روعة شواطئ جزر المالديف. ومع ذلك فهي ليست شواطئ جميلة فقط، وإنما هي مقصد سياحي اقتصادي ممتاز. كما ذكرنا شاطئ عجيبة بمرسى مطروح، هو أحد معالم مرسى مطروح السياحية الشهيرة، كما أنه من أجمل الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح، ذلك لأن مياهه متدرجة الألوان ويحيط به الصخور من الجانبين. استكمالا لما سبق، يستقبل الشاطئ كل عام آلاف مؤلفة من كل ثوب وحد لمشاهدة هذا المنظر الفريد واستكشاف التلال والكهوف الصخرية والتقاط بعض الصور للذكرى. الموقع يقع بالقرب من المقابر اليونانية، ويبعد عن مرسى مطروح حوالي 24 كيلومتر غربا. الأنشطة: زيارة المعالم الأثرية التي تعود للعهد الروماني، التقاط الصور الجذابة من الأعلى، السياحة والتمتع بالمنظر الساحر للبحر والسباحة به، الاسترخاء على الشاطئ، استكشاف الكهوف الصخرية وتسلق التلال. شاطئ الأصيل الأبيض: شاطئ الأصيل من الشواطئ غير المزدحمة، ولذلك فهي من أحسن شواطئ مرسى مطروح التي تتيح لك أن تسترخي وتستمتع بالهدوء بعيدا عن الزحام. شاطئ البوسيت بمرسى مطروح: البوسيت من الشواطئ التي تعددت تسميتها على مدار التاريخ، فلطالما عرف لدى أهل المدينة شاطئ الأغنياء. الموقع: يقع الشاطئ وسط مدينة مرسى مطروح، ويبعد عن فندق سان جوزيف بحوالي 150 مترا. الأنشطة: التمتع بمنظر البحر الجذاب مع الصخور، التقاط الصور التذكارية، السباحة وممارسة الرياضة المائية. شاطئ الفيروز بمرسى مطروح: تفضل العائلات الشواطئ ذات الأمواج الهادئة كشاطئ الفيروز لضمان سلامة وأمان جميع أفراد الأسرة، ولذلك أشتهر بأنه من شواطئ مرسى مطروح الآمنة. يقع بالقرب من شارع الإسكندرية، ويبعد الشاطئ عن وسط المدينة حوالي 3 كيلومتر.